السلام عليكم ورحمة الله. معاكم قيدوم. اليوم غنعاود لكم وحدة من أشهر وأغرب القصص اللي تكتبات في الريدات. وقبل ما ندخلوا القصة، اللي مهتم بسماع قصص أو تجارب أو مواضيع ما وراء الطبيعة، خلي معك سبسكرايب وجيم وفعل الجرس، حيت هادشي مهم بالنسبة لينا. أول حاجة قبل ما ندخلوا القصة، هذه قصة ما عندها علاقة لا بالأشباح لا بجنون ولا ما وراء الطبيعة بحال اللي كنعاودو ديما. هذه واحد القصة اللي غريب من نوع ما لقيتش فينا صنف نحطها. المهم ندخلوا في القصة. أنا خدام وكيل عقاري سمسار، عاد بديت هاد الخدمة هادي شي شوية. هاد الأيام مكلفين بواحد الدار لصالح البنك. الدار تعطاتني هادي شي يومين. شي حالات فاش كيكونوا السكان القدام ماتوا ولا غبروا، كيخلي كاع داكشي اللي كيملك موراهم. أنا عزيز عليا التاريخ، داكشي علاش مرة كنبدا نقلب في داك الحوايج اللي كيخليو الناس. هما أصلا كيوليو في ملك البنك، وغالبا كيمشيو مع الدار لأي واحد شراها. البارح كنت كنقلب في هاد الدار وطحت على واحد المذكرة كانت محطوطة فوق واحد المكتب في واحد البيت. كانت تما حيت كانت باغا كاع باش نلقاها. ما كانش كتبان قديمة بزاف. ملي حليتها الكلمات اللي لداخل كانوا مكتوبين بملونات، كريونات ملونات، ولكن كان باين بلي الخط ديال الشخص كبير. المضمون ديالها فيه شي حوايج غراب، والشاف ديالي منعني نديها للبوليس. كيقول بلي هادشي غير خيال وغادي نضيعوا لهم وقتهم. يقدر يكون عنده الحق، ولكن على حساب داكشي اللي مكتوب في النص انا كنشاركها هنا غير احتياط. نتمنى هادشي ينفعكم. سميتي كريس، عندي 26 عام، كنت خدام تقني معلوميات. عائلتي اللي بقات هي الوالده الوالد واختي وبادي الكلب ديال الدار. كان عندي بطمه وكانت عندي حياه، ودابا وليت ساكن بين الحيوط ديالها. الاسباب ما بغيتش ندخل فيها. لقيت راسي بلا خدمه وبلا دار. كان عليا نهضر مع عائلتي، كان خاصني نديرها، ولكن ديما كان راسي قاصح وبغيت نحل المشكل لراسي. عائلتي ماشي غنيه بزاف، ما بغيتش نكون عبء عليهم، وقلت مع راسي غادي نرجع نوقف على رجليا وما غاديش يكون داكشي صعيب. ولكن مع الاسف صدق داكشي صعيب اكثر ما كنت كنتصور. الليل وليت ديما ناعس في الزنقه ولا مخبي في شي ملجأ، وشاد صاكي ومزير عليه من جهه صدري، حيت خايف لا يغدرني شي واحد من هادوك المشردين اللي بقى عندهم ما يخسروا. وواحد الوجع في ذاتي اللي تغلغل وسط العظام ديالي، ما كاين حتى شي دفع يقدر يداويه. هاد الوجع كنت كنبردو بالشراب ولا بعض الادويه ديال الاعصاب اللي كنت كنجيبهم بطرق غير قانونيه من عند واحد السكيري قديم في ملجأ الزنقه السادسه، اللي دائما كان عنده السلعه موجوده. واللي وصل بيا الحال وليت محتاج لمساعده بصح. كنت مشيت فيها بعيد لدرجه ما بقيتش قادر حتى نعترف باللي راني محتاج للمساعده. شفت هاد الدار غير بالصدفه، كنت كندور في الحي الجديد باش نشوف فين نقدر نطلب ماكله. بقيت كنراقبها ايام. كانت الدار عاديه من الطراز الفيكتوري في بلاصه مزيانه في المدينه. واحد البلاكه ديال اللي البيع كانت كتهز مع الريح، قديمه ومنسيه وسط الربيع، اللي نبت في كل قنت في الجرده، صباغه بيضاء والجناب ديالها زرقي. والاهم من هذا الشيء كان واحد الشرجم ديال لاكاف اللي ساهل نحلو. بقيت مكمش تما كنراقب الدار، حتى واحد ما كيدخل ولا كيخرج. كان بان ليا بلي حتى واحد ما ساكن تما، ولكن واخا دماغي كان عيان بالشراب والدوايات كنت حاضي وتاكدت مزيان. الحاجه اللي كنت باغيها هي بلاصه امنه فين نعس شي ليله، وما كنتش ناوي نخرب الدار ولا نشفر شي حاجه. بغيت غير فراش دافي وشويه ديال الماء، وبلاصه فين نجمع راسي ونرتاح بعيد على الصداع ديال الناس اللي في حالتي. بغيت الامان والراحه ولا غير داك الاحساس المؤقت بيهم، وبغيت شي جرعه ديال الامل باش نقدر نكمل. ملي دخلت من داك السرجم ديال لاكاف في هذيك الليله مشؤومه ديال الجمعه، كان عندي شويه د الامل. قلت هذه هي نقطه التحول ديالي، غادي نجمع راسي ونرجع صحتي ونمشي بحالي بلا ما يحسوا بيا مالين الدار، وممكن في الاخير نتواصل مع عائلتي. هادشي باش كنت كنحس فاش طحت فوق الارضيه ديال السيما وعينيا كيحاولوا يوالفوا الظلام ديال لاكاف. ولكن هاد الدار ما كتمثلش امان، هذه هي بلاصه فين كيموت الامل. طلعت للفوق، كاع البلايص كان عليهم واحد الطبقه رقيقه ديال الغبره، ماشي شي حاجه كثيره ولكن كافيه باش تاكد لي الشكوك ديالي. الدار كانت خاويه، الديكور ديالها كان بحال اي دار عاديه في ذاك الوقت. اثاث قديم يمكن من الستينات، زربيه في الباج وشي ديكورات صغيره. لتحت كان واحد البيت مسدود يمكن كيدير بيت الخدامه. كانت واحد المكانه قديمه واقفه في الصاله ساكته وما خداماش.
رجليا كانوا كيديروا واحد الصوت فاش كنصدم فوق الخشب وانا غادي يجي الدروج، وكنت كنقفز من داك الصوت واخا عارف بلي راسي بوحدي. الدار كان كيبان فيها النفس ديال الخوا، واحد الريحه قديمه وغامله كانت دايره في البيوت. يمكن الاثار ديال شي حد كان ساكن تما وما تهوتش الدار من نهار خرجوا منها. واش خرجوا بخاطرهم، واش ماتوا، شي حاجه لداخل ديالي كانت تقول بلي راهم ماتوا. ولكن واخا فكرت بلي يقدروا يكونوا ماتوا وسط الدار، هادشي ما حبسنيش. رجليا كانوا كيضروني وراسي كان غيتفرقع، كنت محتاج الفانيد ديالي ومحتاج الراحه. الفوق كان واحد الفراش ناموسيه رطبه والراحه. البيت النعاس كبير، كاع داكشي اللي فيه كان كيبين باللي كان ساكن راجل ومراه. ناموسيه كبيره واخد اغلب البيت. مقابل معاه كان واحد الماريو بلاكار لاصق في الحيط. طليت لداخل ديالو، فساتين ديال مراه شارفه وكساوي ديال راجل شايب معلقين وفيهم ريحه الدواء ديال سرق الزيت ولا العقار. فيهم واحد الريحه الغمار خفيفه. ولاحظت واحد الباب صغيره في المؤخره ديال الماريو، قلت غالبا كتدير شي بلاصه ديال التخزين. كان تما واحد الكوافوس حدا واحد السرجم، والماريو في الحيط المقابل. المكانه الصغيره اللي حدا الناموسيه كانت خدامه. شفت بلي راه قريب نص الليل، كنت حتى الغدا ونكتشف باقي الدار. ديك الساعه كنت محتاج نرتاح بواحد الطريقه غريبه. طحت فوق الناموسيه، كانت رطبه بزاف، رطب من اي حاجه نعست عليها هذه شهور. وقبل ما نغرق في واحد النعاس عميق، طاحت عليا واحد الفكره. ما شفت حتى تصويره في هذه الدار، لا محطوطه لا معلقه في الحيوط. فكرت بلي هادشي ماشي غريب بزاف، الساكنين القدام غالبا غيكونوا داو معاهم. دماغي اللي كان مهلوك بالنعاس ما ركزش في واحد الحقيقه، وهي انهم ما داو معاهم حتى شي حاجه من غير التصاور. فقت مع الشمس داخله السراجم، حسيت براسي مرتاح وكنرجع قوتي. ولكن بشكل غريب، واخا كنت مرتاح كنت فايق ومتوتر شويه وحاضي. وشي حاجه فيقاتني. اخذت مني الامر غير ثانيه باش نعرف شنو. من برا البيت سمعت خطوات تقال، ومن بعد سمعت واحد الدندانات، شي واحد كيغني فرحان. الصوت كان ديال المراه وباينه شارفه. قلت مع راسي ويلي، ياك ما داك المراه الشارفه رجعت بصح. وفي هاد الوقت بدات وعلى زهر عندي. تخلعت وقفزت من الناموسيه وعينيا كيدوروا في كل قنت في البيت. ما قدرتش نخرج، الله اعلم فين كانت هي في الدار. باينه بلي نقدر نغلب مراه شارفه، ولكن ما كنتش غندير هادشي الا اذا اضطريت. انا ماشي مجرم. تفكرت داك التقبه، الفجوه اللي كانت وسط الماريو بانت لي احسن حل. جريت ليها وحليتها، وبان لي واحد الظلام كحل لداخل. وبلا ما نفكر شديت عليا الباب ديال الماريو ودخلت وسط الظلام. البلاصه فين لقيت راسي كانت بارده. كنت لاصق مع الياجور محبوس في واحد الممر كيضيق الصدر. وقفت تما واحد شويه كنرجع النفس ونحاول نهدن راسي. ومن بعد سحبت شيت واحد شويه ديال الضو كان باين بعيد بشي خطوات. كانت واحد الفتحه ديال التهويه كطلع على البيت ديال الناس. الطول ديالي كان فايت 180 متر. يلا قدرت نطل منها. الباب ديال بيت النعاس تحلات ودخلت واحد المراه شارفه. كنقول شارفه يعني راها قديمه بزاف في الدنيا، وحده محنيه الظهر غاديه كتجرب في رجليها، كطل بعينين صغار اللي كانوا دايرين بحال الصدايف، وجهها مكمش بحال البرقوق اليابس. وفي هذا الوقت كامل اللي كانت في البيت وهي كتدندن بواحد الموسيقى زوينه اللي كانت خارجه من فمها. المراه بدات كدور في البيت وكدير واحد الصوت بلسانها وهي كتشوف الناموسيه اللي ما مجموعاش. تمنيت تكون نسات كيفاش خلاتها، ولكن تما قلبي طاح بين رجليا. واحد الخوف بارد شدني في العمود الفقري. حدا الناموسيه شفتو، الصاك ديالي، كاع كل ما كان ملك. الفانيد ديالي كان تما، الشراب ديالي والبيرمي ديالي. يا ربي السلامه، بقيت هي كنصلي في خاطري باش ديك المراه ما تلاحظ والو. ولكن ما يمكنش ليا نتحبس، ما يمكنش مره اخرى. في الايام التشرد ديالي تشديت 2 مرات. واحد المره على قبل المضاربه مع واحد البيزنس مان اللي دازت في البار، استفزني وبان بلي هو اللي نقي قدام القانون واخا الشهود كانوا معايا. ومره كانت على قبل السكر العلاني. قدرت نفلت من الحبس، ولكن عرفت بلي الا تشديت دابا في قلب ديور عباد الله هاد المره غندخل الحبس مده طويله وما نقدرش نخرج. كنت غنبكي بالراحه ملي المراه الشارفه دورات وجهها بعيد من الجهه ديال الصاك ديالي وبدات كتمشي بعيد الجهه ديال الفتحه فين كنت انا مخبي. الدندنات ديالها كانت كتطلع وسط الحيوط، كترعدني وفي نفس الوقت مريحه. ومن بعد داك النوطات بداو كيتبدلوا وتحولوا لواحد الضحكه شريره ومستفزه. بقيت شاد راسي وقلبي كيضرب في صدري، وما كاين حتى شي طريقه باش هاد المراه الشارفه تكون شافتني وسط داك الفتحه. وبواحد الغوته بان وجهها المكمش والقديم قدامي، كتشوف نيشان فيا من وسط داك الفتحه اللي كانت عاليه من كثر من ست الاقدام. عينيها كانوا صفرين وكانوا محليين بزاف وفيهم واحد الشر. فمها تحل بواحد الابتسامه عريضه ومخيفه بينات على شي سنان خامجين. وغوتات بدات كتنبح وعينيها كانوا لاصقين في عينيا. واحد الفرحه غريبه. رجعت للور في داك الضيق اللي كنت فيه وضربت راسي مع الياجور اللي كان ورايا.
شي بلاصه على اليمين ديالي سمعت واحد الضربه مجهده في الحديد، والنفس ولات قليله وعامره بالغبره ديال الياجور. كان خاصني نخرج من تما، وبقى كيهمني لا نغلب مرا شارفه لا والو، غنخاطر بكل شيء. رجعت كنجري لذاك الباب فين دخلت، دفعته، الحديد كان قاصح ما كيتحركش. دفعت بجهد كثر، كتافي كيضربوا مع الياجور، ما لقيتش منين نجيب الجهد. بقيت كنضرب في ذاك الباب باش تحل، حتى في التالي بديت كنغوت، هو خرجوني عافاكم. المرا الشارفه جاوباتني وصوتها كان جاي مكمد وسط الحياط: مرحبا بك في دارك اولدي. دوك الكلمات جمدوا لي الدم في عروقي، كانوا خاويين من المشاعر وفيهم واحد الصوت مبحاح، ولكن وسط منهم كان واحد التهديد ديال الله. بديت كنستوعب الخطوره ديالو. وحتى لهنا غيكون حتى الجزء الاول ديال القصه ديالنا. وإلا باقي مهتم باش تسمع شنو بقى الكريس وشكون هي هاد المرا الشيبانيه، ما تنساش لايك وسبسكرايب وفعل الجرس باش فاش نلوح الفيديو وصلك انت الاول. وما تنساش الخيال هو وليد الحقيقه. انا قيدوم واعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نشوفكم في الجزء الثاني.